بيجيلي دايما سؤال ليه بعد احنا ما كنا في علاقة مع بعض والدنيا كلها تمام، ليه هو بيختفي وبيظهر، يختفي وبيظهر؟ ماشي. والموضوع ده بيسبب لي ضغط نفسي وبيخليني دايما برمي كفة اللوم عليا، يمكن انا اللي غلطانة او يمكن انا اللي كنت مقصرة، وفي نفس الوقت عملية ظهوره واختفائه ده بتتعبني نفسيا. بتكون في اسباب كتيرة قوي لاي انسان دخل في علاقة والعلاقة المفروض انها تمام ما فيهاش اي مشاكل، بيختفي وبيظهر، يختفي وبيظهر. طيب انا متفقه معاكم ان الموضوع ده بيعمل ضغط نفسي وبيعمل زي الم نفسي، ان السبب يكون مني انا. طيب ايه هي الاسباب؟ رقم واحد، ممكن يكون لها علاقة الخوف من الالتزام والمسؤولية. يعني ممكن يكون لها علاقة بتجربة قديمة هو كان داخل فيها، فالتجربة دي كان الحمل زيادة عليه قوي والتجربة دي فشلت، فابتدت تحس يعني من جواه ما اتقفلتش، فمش قادر يكمل في العلاقة خوفا من تكرار التجربة. او ليها علاقة بتربيته، ان هو ما تعودش دايما هو يشيل المسؤولية وانه يشيل دايما التزام في حاجة معينة. يبقى ده رقم واحد. الحاجة رقم اتنين، اللي هو دايما منساش الماضي دايما في ذهنه. يعني بيعمل حاجه اسمها ريباوند، يعني كان في علاقه قديمه والعلاقه دي كان بيحبها ومتعلق بيها جدا، وبالتالي بيبدل الجديد بالقديم. ده نفسيا، لكن هو من جواه لسه منساش القديم، فبالتالي بتلاقي بيحصل فيه مقارنات، عايزك تكون بطريقه معينه وشكل معينه مقارنه بالانسانه او الشخص اللي هو كان مرتبط بيه في الاول، فبالتالي بيعمل عمليه ريباوند. الحاجه رقم 3، ان هو النيه بتاعته ما كانتش احسن حاجه. يعني هو كان داخل يلعب ويفن ويهزر، وبالتالي هو ما كانش في باله اصلا ولا عمليه ارتباط ولا هزار، كان بيغطي انسكيورتي في حاجه معينه، ان عايز يغطي احتياج ان هو مقبول وان ليه ناس بتهتم بيه وليه ناس بتحبه وفي حد بيسال عليه انت اكلت ايه، شربت ايه، عملت ايه، قضيت يومك ازاي، والحاجات دي كلها. طيب ممكن نقف هنا نقطه معينه. طب هل اي انسان في الدنيا مش هو محتاج اللي هو يحس بكده؟ طبعا محتاج اللي هو يحس بكده، ولكن هو لما يكون داخل العلاقة علشان يشبع الحاجة دي مش بيفكر الطرف التاني هو احتياجاته ايه، مش بيفكر احنا محتاجين نعمل الخطوة التانية في ايه في مستقبلنا او في علاقتنا. يبقى تعرف اللي هو بيغطي insecurity، يعني احساس بعدم الامان هو مفتقده، فبالتالي بيغطيه في العلاقة دي، فالعلاقة دي مجرد مؤقتة بالنسبة له. الحاجة رقم 4، الماضي ما نسوهوش. الماضي هنا اقصد اللي تجارب قديمة ممكن يكون ده عليها 10 سنين 12 سنة وهو اتخزن منها جامد او اتجرح منها جامد، او كان الطرف التاني اللي كان مرتبط بيه كان اذاه جدا، فبالتالي هو مش عايز يكرر نفس التجربه، لانه شايف ان اي تجربه هو فيها هو ممكن يفشل فيها، فبالتالي بيبعد ويختفي. خامس حاجه او السادس، في نوع كده من الناس بيختفي وبيظهر، بيختفي وبيظهر، ودي انا خليتها في الاخر خالص عشان عندي نوايا تانية، نوايا مش واضحة، نوايا مش تمام، علشان بيبتز نوع من انواع الابتزاز، بيضغط عليكي ماشي، او بيضغط او هي بتضغط عليك عشان خاطر تلبلها شويه حاجات معينه. الحاجات دي ممكن تكون عكس مبادئك وعكس اخلاقك وعكس ثقافتك وعكس كل حاجه، في سبيل انها زي بيعمل ضغط عليك، بتحبني او عايزني اعمل لي كذا، لو انت مش بتحبني يبقى انت كده انت اللي قصرت وانت اللي بعدت، فبالتالي بيختفي زي نوع من انواع الابتزاز. فمش كل الاختفاء بيكون اختفاء نوايا كويسه، ممكن يكون الاختفاء نوع من انواع الابتزاز علشان يخليك ان انت تتنازل، وخصوصا انت عارف هو كان محتاج ايه او عدى ليميت ايه، فبالتالي هو بيعمل كده عشان خاطر يخليك انك ايه تتنازل، وبالتالي ترفع سماعة التليفون تقول له انا جاهز، فبالتالي يبتدي ان هو يرجع العلاقة تاني. بس اعمل حسابك لو هو النوع الاخير اللي انا بتكلم فيه ده، اعرف ان هيكون مرحلة مؤقتا بس، دايما هيعلي في الليميت، هيعلي لغاية ما ياخد اللي هو عايزه، في الاخر هيسيب برضو العلاقة. فانا الاسباب الاختفاء عندي هي دي اللي انا وضحتها. طيب انا مطالب مني ان انا اعمل ايه؟ مطالب ببساطه جدا، انا مش هشيل مسؤوليه حد عنده ريباوند، انا برضو مش هشيل مسؤوليه حد عنده حاجات في الماضي. لازم يبقى الطرف نفسه هو بيبقى فاهم وعارف ومستعد اللي هو عايز يصلح العلاقه دي، علشان خاطر اللي هو يعرف يحافظ على الطرف التاني او الشريك الجديد.